السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وبناتي، كل سنة وانتم طيبين. يا رب رمضان يعود عليكم بالخير واليمن والبركات. وبالمناسبة أقول لولادي اللي في الغربة، مهجة وجوزها وأحفادي، كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكونوا بخير وترجعوا لي بألف سلامة. وكمان أقول لمحمد كل سنة وانت طيب يا محمد، ويعود عليك بالخير ويرجعك ليا مجبور الخاطر. يعز عليا ان اول رمضان ما تبقاش معايا على السفره ولا تدوق لقمه من ايديا. اقول له كل سنه وانت طيب، ويا رب يرجع كل مغترب لمامته بالسلامه مجبور الخاطر يا رب. هنشوف مع بعض النهارده، ما اطولش عليكم، ما نكملش عليكم، عشان انا من ساعه ما سمعت بكره رمضان وانا بنعيط. مش متصوره يعني ولادي ما يبقوش معايا في شهر زي ده، وخصوصا محمد كمان عشان لوحده. يا رب يرجعه بالسلامه. النهارده هنعمل مع بعض الفطير الناشف، الرقاق. ازاي يتعمل من غير ما تتعبي نفسك ولا تدلي ولا تحطي من مكان لمكان ولا تكسر في ايديكي، لا، هتعمليه في مكان واحد زي ما بتعملي الجلاش بالظبط. بس هنعمله بطريقه يسهل عليكي، هتعمليه على طول، مش هتطلعي من بيتك. اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، كمان عكننت عليكم معلش. وما تنسنيش، يا ريت ما تنسنيش في اللايك، عشان بتنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس للكل. وكل سنه وانتم طيبين، ويلا بينا المطبخ نشوف هيتعمل ازاي. يلا بينا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبه هنا كيلو فريك علشان احشي بيه البط اللي هنعمل منه الرقاق. الكيلو فريك ده كتير طبعا، انا هنعمله بالمره علشان في اي وقت نعوزه الاقيه جاهز معايا في الفريزر. فهعمله بالمره، انقيه بالمره واغسله غسله محترمه كده 5 6 مرات كده لغايه ما ينزل التراب بتاعه. وبعد ما يروق ميته هنسيبه حوالي ساعتين. هتسيبيه حوالي ساعتين كده لغايه ما يطرى معاكي، علشان ما ياخدش معاكي وقت في السوى. تبصي تلاقيه استوى معاكي في منتهى السهوله من غير ما ياخد وقت معاكي. هتدعكيه كده بايديكي برضو، تنزلي اي تراب او اي حاجه حساها علقه بيها. هت هت هتغسليه كويس جدا وتصفيه كويس جدا. وبعدين هنجيب الحله بتاعتنا. حله بقى تحطي حته سمنه كده محترمه كده على قد برضو الكميه اللي هتعملي بيها. انا حطيت حته سمنه بلدي على حته زبده كده، وهتسيبيهم على النار لغايه ما يسخنوا كويس جدا. وبعدين هتنزلي بالفريك بتاعك. الفريك تكوني مصفيه خالص من الميه بتاعته. هنقلب فيه كده. انا عايزه الفريك يتغلف كويس جدا بكل نقطه سمنه موجوده. هتحطي بقى معلقه ملح كويسه محترمه كده، وعلى شويه فلفل اسود محترمين، لان ما بيتحطش على الفريك حاجه تانية غير فلفل اسود والملح. لو حطيتي اي حاجه، افتكستي اي حاجه، هتغير من طعم الفريك وتغير لك من طعم البط. انا عايزه البط يبقى ليه طعم كده، تحسي بطعمه وانت بتاكليه. بعد ما يستوي بقى وينشف خالص كده زي ما انت شايفه كده، استوى نص سوا يعني مش مسويه خالص. هنجيب بقى بصلتين كده، افرمهم فرم ناعم خالص، وهنحط عليهم برضو فلفل اسود وملح زي ما انت شايفه كده، حبه ملح وفلفل اسود برضو كويسين. وهتقلبيهم كويس في البصل. وهندعك البطن بتاعه البطه كده من جوه، تدهنيها كده بالبصل كويس جدا. انا عايزه البطه تشرب من الفلفل الاسود والملح والبصل كويس جدا. هتسيبيهم حوالي ربع ساعة نص ساعة كده لغاية ما تشرب مية البصل اللي فيها. انا طبعا ما كانش عندي وقت عشان رمضان، فعشان كده هنحشيهم على طول. هتحشيها بالفريك. واهم حاجة لما تيجي تحشي تعملي حسابك ان الفريك ما يبقاش مليان مالي بطن البطة كلها، لا يعني سيبي فراغ كده علشان الفريك يستوي براحته. لان في حالتين، يعني لو مليتي البطه قوي او الحمامه او الفرخه مليتيها قوي بالفريك، هتبصي يطلع معاكي حاله من الاتنين: يا اما محصحص ومش مستوي، يا اما مستوي قوي ومعجن في بعضه. ففي الحالتين هيبوظ منك. فلازم يبقى في فراغ كده، تسيبي فراغ عشان تدي فرصة للفريك يستوي جوه. انا بقيت البصل بتاعي وورق لوري ومستكة وحبهان وملح وفلفل اسود هنحطه على المية بتاعت البطة بتاعتنا، ونسيبها بقى تغلي وتستوي بقى مع نفسها. بعد ما استوت كده نص سوا، انا بدأت اخد الشوربة بتاعتها. شايفين الشوربة دسمة ازاي؟
بدأت اخد الشوربة ووش الشوربة كده علشان نعمل منه الرقاق. زي ما انتم شايفين كده الشوربة سمينة، فهاخد معلقة سمنة واحدة كده هنحطها على الشوربة. الشوربة دي لازم تكون بتغلي يا جماعة، لازم تكون بتغلي ما تبقاش باردة. وحط السمنة كده في قعر الصينية او الصاج اللي انت هتعملي فيه. وزي ما انت شايفة كده الرقاق زي ما هو كده ناشف باخده وبرصه في الصينية. ترصي اول راقه كده وتقلبي الشوربه في السمنه بتاعتك وهي سخنه كده، وتاخدي بالكبشه كده شويه شويه تطري الرقاق بتاعك ده شويه شويه. تبصي تلاقي الرقاق بتاعك بدل ما كان هايش كده حن كده وطرى كده في بعضه. زي ما انتم شايفين كده هنحط برضو راقه تانية. زي ما انتم شايفين انا ما بحطش، ما ببلهوش بره ولا بعمل فيه اي حاجه، زي ما هو باخده من اللفه بتاعته بحطه في الصينيه بتاعتي، وبحط ولا بدهن سمنه ولا حاجه. زي ما اتفقنا السمنه في الشوربه، باخد من الشوربه اقلبها كويس في السمنه واخد كده على الوش، بيطلع مورق وفي منتهى الروعه، مش هيتعبي خالص ولا هتبلي ولا تكسري ولا يكسر منك ولا يغلبك بعد كده. انا هنا عامله برضو اللحمه العصاق كنت برضو مفرزاها. لازم تعملي حسابك الحاجات دي تبقي مفرزاها، لان اي وقت عايزه تعملي حاجه وما عندكيش وقت هتلاقيه في منتهى السهوله تعمل معاكي. بعد ما حطيت اللحمه المعصجه بتاعتي هنحط برضو الفطير وتشربيه برضو بالشوربه كده وهي سخنه. لو الشوربه بردت معاكي تسخنيها تاني، يعني هنا عبال ما حطيت اللحمه كانت بردت، سخنتها تاني لغايه ما غليت وبدات برضو اعمل بيها علشان الفطير بتاعك يطرى تقدري تقطعيه. هنا كمان اخدت معلقه سمنه دوبتها خالص، وبعدين بالفرشه كده هتدهني وش الصينيه بتاعتك او الصاج بتاعتك عشان يدي وش احمر كده وجميل. زي ما انتم شايفين هندخلها بقى الفرن على درجة 200 220 قد نص ساعة، وبعدين تحطيها تحت الشواية يطلع لك أحلى فطير. هنا بقى هنعمل الخلطة اللي هتحط على البط. معايا بصلتين حلوين، معلقة صلصة، معلقة هريسة الشطة، شريحتين ليمون، كمان ملح وفلفل اسود ومرقة دجاج فورية. عندك دي اضافة، ما عندكيش مفيش مشكلة. برضو صويا صوص عندك ما عندكيش برضو مفيش مشكلة. اهم حاجة البصل، الليمون بقشره، حتة فلفل كده حمرة عشان وحتة صلصة عشان تدي لون للبط. هنا بالفرشة كده وهاخد البط بتاعي وهدهنه كده من وشه الأول. زي ما انتم شايفين كده هندخلهم تحت الشواية، والفطير طبعا في الفرن. بعد ما اخد الوش الاولاني هنقلبهم على ظهرهم، وبرضو هندهن الوش التاني كده. انا عايزاها كلها كده تبقى حمرة كده، اقول لكمش على جمالها، طلعت في منتهى الجمال. اقول لكم ايه، كل سنه وانتم طيبين، يعود عليكم رمضان بالخير يا رب. الفطير طلع جميل جدا. ولادي طبعا كانوا منوريني، محمود ومراته وولاده ومهاب، بس محمد زي ما بقول لكم ومهجة في الغربه، ربنا يرجعهم لي بالسلامه يا رب. شايفين بقى من بره مقرمش ومن جوه طري، طلع في منتهى الروعه. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، كل سنه وانتم طيبين. ما تنسونيش في اللايك وتشيروا لاصحابكم، وباي باي.